وتعالوا نعمل أطيب عصير ممكن تذوقوه بحياتكم، كتير طيب وبيبرد القلب خصوصي بهالشوبات وبهالجو النار، يلي هو عصير الشمام. نحن ببلدنا منقول عليه القاقون، انتو خبروني بالتعليقات شو بتقولوا عليه ببلدكم. أول شي هون بحتاج لقاقون أو شمام، بدي أسمه حزوز حزوز. منشيل القشرة أول شي، بعدين منقطعه. ما بتتخيلوا ريحة هاد العصير قديه طيبة ومنعشة. بعد ما قطعت كل كمية الشمام هلأ بدي ضيفها للخلاط الكهربائي. هلأ رح ضيف كوب من الحليب ولازم يكون عنا يا بارد كتير. وبعدها بدي ضيف السكر، وهون السكر حسب الرغبة، فيكن تضيفوا عسل كمان بدل السكر. وهلأ هون عندي آيس كريم، فيكن تستبدلوا الآيس كريم بحبات من التلج العادي، بس هون طعمتها بتطلع خيال أطيب بكتير. هلأ رح أضيف معلقتين من آيس كريم بنكهة الفانيليا لازم. وبعدها منسكر الغطا ومنشغل الخلاط على أعلى درجة لحتى يختلطوا كل المكونات مع بعض. وهلأ بعد ما ضليت عم أخفقن تقريبا 5 دقايق طفيت الخلاط، وصار عنا هيك أطيب عصير وأطيب مشروب صيفي بينعش القلب. ما بتتخيلوا ريحته قديشها طيبة. هلأ منجيب الكاسة ومنصبه. شوفوا كيف قوامه لازم يكون يعني تقيل شوي. فيكن تزينوه مثلا بشريحة شمام. أنا زينته هيك وحطيت له كمان نعناع. وهيك صار عنا جاهز. هلأ بسم الله مندوق. عن جد ولا أطيب من هيك. بتمنى تجربوا وتعطوني رأيكم فيه. لو حبيتوا الفيديو بتمنى تدعموه بلايك، وشكرا كتير لمتابعتكم.